بونجورنو، كيفكم كلياتكم؟ معلومة على السريع، كل البشر بس يموتوا، كل البشر قاطبة بس يموتوا ينزلوا على القبر، بياخدوا معهم للحساب لفوق على السماء أعمالهم وبيتركوا صيتهم، إلا بيت الأسد، إلا بشار الأسد ومن قبله أبوه، بياخد معه على القبر بيترك صيته الوسخ وراه، وبياخد معه أعماله، وشغلة تانية بياخد حق الرد معه، ما هو محتفظ بحق الرد، فعكتر محتفظ بحق الرد بياخده معه على القبر. ما مبرر هذا الكلام. حدا يقول له لهالدماغ هذا الصغير، الميادين ولا البوكمال ولا دير الزور سوريات ولا ما سوريات؟ عمو ابو سيادي، عمو ابو سيادي واستقلال، ابو الثيادي، السويدة سوري ولا ما انا سوري؟ ليش ما عم ترد؟ انا بقول لك لانك بتسترجع، انت قاعد بمحلك ومقرعب هذاك بقفاك، تحتفظ بحق الرد. رسالتين متطابقات، ما ضل عندك ورق لتبعت لليونايتد نيشن رسالتين متطابقات. كويس. هلا من هون الحديث الى مؤيدين الاسد. معكم الخائن شخصيا، خائن الوطن وقائد الوطن العكروت ابو شاهين على سن ورمح. انا الخائن. كويس. بالازمه ما ضلت الدوله الا تدخلت ودعمت الثوار. ما حديثي عن الثوار، حديثي لكم اهل الساحل، اهل الساحل. اذا هسه في براسكم شويه دماغ، يعني طبعا مو كلياتكم، للمؤيدين لقائد الوطز، تمام؟ ما ضل. ونجدة أنزور عمل فيلم عن ملك السعودية ملك الرمال، بتتذكروه، ويحكوا عن العرعور واحتواء الدول الخليج للعرعور، والإمارات عم تسلح، وفلان عم يسلح، وفلان عم يبعث مصاري، وقطر وما قطر. أيوة تماما. بعد ما هدت الأمور من بعد 2019 و2020، شوفوا قائدكم رمزكم المفزع، تمام، ما ينشلف بحضن السعودية الأعداء، وما ينشلف بحضن الإمارات، خذل أسماء مرته وراح على الإمارات واستقبله استقبال يليق فيه، وما يدقدس من تحت لتحت على علاقات مع قطر جديدة لحتى يفوشوه من جديد. ايه هي ما بدنا نضل نقول ونعيد، باع كل مقدرات الوطن لحلفائه اللي اجوا حمولوا طيزوا لاسرائيل ولا لروسيا ولا ايران، واستثمارات، وخذوا فوسفات، وخذوا مرافق، وخذوا بابار غاز، وخذوا واخر شيء هلا هذا الوفي ابن الوفي هيدو ما ينقلب على ايران وما يبلغ اسرائيل على مراكز ضباطه تقصفن اسرائيل، ويقول لي ما لي علاقه، ما لي علاقه، انا الخائن. ولك ألف مبروك علي الخيانة هي. إذا أنتم ما عم تشوفوا مين هو الخائن الحقيقي، يعني ما بدي أقول إنه باعكينها، ما بدي هلأ أذكركم من جديد وأجلدكم إنه باعكم وباع جرحاكم وباع شهدائكم، أهل الساحة، أهل الساحة، وباع شهدائكم وباع الجرحى تبعكم وباع زوجات الشهداء وأطفال الشهداء، باعوا. وسيم الأسد بيتكرم، أولاد الشهداء بيشحدوا على الإشارات الضوئية، وبيمسحوا بلور سيارات. وانا الخائن. قولوا اسا قد ما بدكم، والله يلي من ايده الله يزيده، تمام؟ سلموا لي على ثيادته وقولوا له بيقول لك الخائن ابو شاهين، شو من شان الثيادي الوطني، وكل كم يوم بيطلع حدا بدق لك خازوق بقفاك وبقفا سيادتك الوطني، ليش ما عم ترد؟ انا رح قل لكم ليه. بدي يقول لكن انا محتفظ بحق الرد مشان اخذه معي على القبر. معقول يفرط بحق الرد؟ يعني ما ضل عندي شيء اصلا، بعت كل شيء، ما ضل غير كلسوني اللي لابسه وحق الرد بدي اخذين معي، يعني ما معقول يطلع مفلس عند رب العالمين. سلم لي عليه وتفلي بين عينيه. حياتي